الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط الرئيس. الشعب يريد اسقاط الرئيس. الشعب. يا شباب السلام عليكم. يا شباب اسمعوا. السلام عليكم. انا ياسر حميد ابو شجاع. كلكم تعرفوني واكيد بتعرفوني وبتعرفوا اول مظاهره وين كنت، واكثر من واحد منكم اسعفني ودوني، وفي اولاد صياصيده موجودين بيعرفوا يوم اسعفوني. هذا الحكي كلكم تعرفوه. هذا اللي صار معي بحكي من حرف الواحد. بيضها 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 بيضها. خليني اكمل وبعدين يا تصدقوني يا تذبحوني بيناتكم. على الجزيرة وعلى العربية وعلى السورية وعلى كل الدنيا بحكي. وعلى كل الدنيا. كل صور وماني خايف غير من ربي. خليني اكمل اللي عندي وبعدين اشتغل لكم اياه. انا واحد من الناس اللي بالبداية كنت ماشي اول الجسر واول المجازر صارت انا بيناتهم، وفي اكثر من واحد شافني انا متأكد. اللي صار معي انا واحد من الناس اللي نزلنا لعند الخلا بشار الاسد. فاني الفاضي ضد الخلا ومن خلا. تصور لي الجزيره وانا عندوني بالسجن على الحياه. تصور هذا وجه وين الجزيره؟ خلاص احكي على خالص. هذه بين الناس ولا من الناس؟ شجاع تعال احكي رايك وخلاص. خليني احكي خليني اسمع. كمل يا شباب. خليني اكمل لو سمحتوا. يا شباب دقيق سمح ان شاء الله. أنا واحد من الناس خلصت عند المحافظ اجتماع أنا والشيخ أحمد والشيخ رزق والشيخ محمد، قالوا لي اقعد بدنا إياك. بعد ما فلت الناس ما حسيت حالي وإني بالسيارة، بفكر حالي والله نازل على الشام معتقل، ما بعرفش حالي نازل على الإذاعة والتلفزيون. وإذا أخذوني على الإذاعة وين فتت هسه أقول لي وين رحت بقول لك ما بعرفش. فت لجوا الساعة 9 وصلت للساعة 11 شاتها طلعت على التلفزيون وكلكم شفتوه بجوز الحكي هذا. الساعة 11 طبعا اعطوني شيء كثير ما رضيتش، قلت لهم يا اخي من الاخر طبعا السلاح هذا اللي لقاني على الباب ما بديش احكي فيه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم على الباب بس نزلت من السيارة الروسية بصدري صدري والله العظيم. الله اكبر اخي. كمل يا اخي. فدنا لجوا من 9 لل 11 واني واقف جوا هيك قلت لهم ما بحكي غير اللي شفته واللي سمعته عند الرئيس، وفعلا ما حكيت غير اللي صار عند الرئيس، غير هيك ما حكيت. قالوا انه مندسين، اذا واحد منكم سمعني قلت مندسين يجيك على رقبتي هسه، اذا قلت فيه عصابات يجي واحد هسه على رقبتي، قلت شهداء، ورغم كل اللي سووه ما حكيت غير اللي صار وغير اللي شفته. اما ما استرجيتش بحكيها انا علنا، ما استرجيتش اقول اللي المجازر اللي صارت. وثاني يوم الساعة 1 خليني اكمل. ثاني يوم الساعة 1 ونص بالليل اتصلت عليهم على نفس الاذاعة قلت لهم انتم اختطفتوني وانتم هيك ما خليتونيش احكي كذا وكذا، اللي هي المجازر والسلاح اللي بالسجن السلاح اللي بالجامع. اذا حدا سمعني يقول انا سمعت، اذا سمعتوني ثاني يوم يقول انا سمعت. وهذا اللي عندي وانا اظني قدامكم، يا تصدقوني اذبحوا. اللي اتصل فيك من الجزيره منين هاي؟ انت بعت الجزيره سولف عنها هاي. انتم بتقولوا ليش ما قلت ابشر؟ قحبه واقف قبالي شو بدي اقولها ابشري؟ الرئيس بشار الاسد ويحكم كله بشربوطه بشد على ايده.